الى عندك البسكويت لوتيس حضري هاد التحليه الرائعه بدون فرن، كريميه ولذيذه. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا في صحه جيده يا ربي. الله يسهل عليا وعليكم ويرزقني ويرزقكم وييسر امري وامركم يا رحمن يا رحيم. اليوم جبت لكم وصفه رائعه، ديسير لوتيس او تحليه بارده غادي تبردوا فيها في هذا الصيف هذا. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ بول وغادي ندير فيه 500 مل ديال كريمه سائله، نزيدو على 200 غرام ديال كريم تشيز. الا ما متوفرش عندكم هذا النوع من الفرomاج تقدروا ديروا فرomاج ماسكاربون، ولا تقدروا ديروا جبن طري بحال بيرلين، ولا اي نوع تتفضلوه. معلقه ديال السكر كلاصي. الحلاوه نتوما اللي كتحكموا فيها، وبداو نطربوا بالطراب الكهربائي. غادي نزيد ديسير كراميل فيه 80 غرام، وغادي نزيد 2 معالق ديال كريمه اللوتيس. غادي نخلط بالخلاط الكهربائي حتى تجانس لينا العناصر كلها ونحصل على القوام اللي بغيت. ما نطربوش بزاف لاكريم ديالنا حتى تحبب لينا، غير تولي رطبه ونحبسو. ها الكريمه واجده كريميه ورطبه. دابا غناخد مول، اي مول عندك. انا غناخد هاد لافورم هادي، سواء مستطيل سواء مربع او دائري. غادي ندير هاد البسكوي هذا، البسكوي ديال اللوتيس، غادي نفزكو في عصير ديال الليمون، نبدا نستو في المول ديالي حتى نشكل طبقه ديال البسكوي. دابا كملت الطبقه ديال البسكوي كامله، حاولوا ما تخلي حتى شي فراغ بحال الشكل ديال التيراميسو. ودابا غنطيطالي لا كريم على البسكوي.
طريت مزيان لاكريم، ودابا غنزيد الطبقه الثانيه ديال البسكويت. نفس العمليه اللي درت في الاول هي اللي غادي ندير. غادي نفرز داك البسكويت في الليمون ونقادو في المول. صافي دابا كملت الطبقه الثانيه. دابا غندوزو للكريمه ديال اللوتوس. هاد لوبو هذا درتو في الفران حتى داب ليه شويه وخرجته. ما تخوش هو سخون، خلوه يدفى شويه عاد خولو، لحقاش غادي يخسر لكم لاكريم. غادي نخوي على البسكويت كامل ونسرحو مزيان ونقادو في المول ديالي. تعطينا واحد التعليقه في هاد الديسير هذا، كيجي غزير كيجي واعر. دابا غنزيد لاكريم وهي اخر طبقه. غادي نسرحها مزيان واطاليها مزيان وندير لها السلوفان وندخلها للثلاجه. غادي نقادو مزيان باش ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه، خاصو يكون متساوي. من بعد ما دازت 4 ديال السوايع خرجت المول ديالي من الثلاجه. خديت واحد شويه ديال البسكوي درتو في بلاستيكه وهرمشت واحد شويه خليته حتى هو جانبا. غادي ناخذ لاصوص الشوكولا وغادي نزوق بها التحليه ديالي. غندير خطوط على هذا الشكل وانتم ديروا الشكل اللي بغيتو. غادي نزوق التحليه ديالي. من بعد غناخذ البسكوي اللي هرمشته وغنديرو في الجوانب ديال المول ديالي. انا متاكده الا جربتوا هذه التحليه غتولي معتمده عندكم. تحليه لذيذه وخفيفه كتذوب في الفم، تحليه سهله وسريعه دغيا كتوجد.
وصلنا للشكل النهائي. غناخد واحد جوج ديال البسكويت ونحطهم في الوسط، وغيجي واحد المنظر يا سلام يا سلام، تحليه رائعه. قطعت لكم طريف باش تشوفوا التسعديكه، كيجي رائع، كيجي بنين، يستاهل تجربه منكم. ردوا عليا في التعليقات. يا سلام، المذاق ولا اروع، بنينه بنينه ولذيذه. نتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعليقات. الى عجبكم الفيديو ديروا لي جيم وتابونوا في لاشين وديروا لي شي تعليق زوين بحالكم الزوينات. الله يجزيكم بخير، ونتمنى تبارطاجوا هذا الفيديو مع اصحابكم مع عائلاتكم. ودابا استودعكم الله في رعايه الله، الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.